السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جبت لكم بطاطس في الفرن بتتبيلة جد رائعة، كتجي صحية ولذيذة بزاف مع صلصة المايونيز. طريقة تحضير صلصة المايونيز بنكهة الثوم. بقاو معايا. عندنا في المقادير هنايا عندنا البطاطس. طبعا البطاطا غادي كنقشروها او كنقطعوها على هذا الشكل هذا كما تشوفوا في الصورة هنايا. كنقطعوها قطع بشكل طولي بهذا الشكل. من بعد ما كنكمل الكميه كامله في التقطاع كندوز نعملو التتبيله. بالنسبه للتتبيله عندي ملعقه صغيره من البابريكا، عندنا ملعقه صغيره من الزنجبيل، عندنا نصف ملعقه صغيره من بودره الثوم. الا ما كتوفرش عندكم ممكن تعملوا الثوم عادي. عندي نصف ملعقه صغيره من الكمون، عندي نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، عندنا نصف ملعقة عندي القليل من السودانية ممكن الاستغناء عنها، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم. عندي 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. غادي نخلطوا هاد المكونات هذه، خلطوها مزيان. طبعا غادي نستعمل اليد ديالي لانه اصلا غادي نعملها، غادي نقلب بها البطاطس. انا خلطت بالملعقه، بالحق دائما اليد هي اللي كتخلط مزيان صراحه. غادي نخلط هاد المكونات حتى يندمجوا. غتضيفوا الملح لان هنا ما نسيتو، حتى من بعد عاد تفكرتوا. تضيفوا الملح مع التوابل. الملح طبعا كيبقى على حسب كل واحد على حسب الرغبه يعني ديال كل واحد. كاين اللي كيملح، كاين اللي ما كيبغيش الملح. كديروا الملح على حسب الرغبه ديالكم. ومن بعد كما تشوفوا هنايا خلطتهم مزيان حتى تلبسوا مزيان بهاد التتبيله هذه. وغادي نعملهم في واحد الصينيه ديال الفرن. طبعا الفرن يكون سخون بزاف، يعني الفرن خاصو يكون ساخن جدا باش طيب معنا هاد البطاطا هذه. غادي نحطها في صينيه الفرن اللي دهنتها بالقليل من الزيت، دهنتها غير شويه ديال الزيت. وغادي نستف فيها هاد الحبات ديال البطاطس هادو وندخلها للفرن حتى كيطيبوا تماما كما تشوفوا هنايا. من بعد ما طابوا وتحمروا، كيتحمروا نيت يعني وكيو مقرمشين من الفوق وطيبين من الداخل. انا غادي نقطع معكم وحده غتشوفوها طيبه مزيان كما تشوفوا هنايا. كيجيو لذاذ بزاف بزاف. انا رافقتهم مع صلصه او صلصه المايونيز بنكهه الثوم، كتجي لذيذه. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم. وغادي ندوزو دابا نعملو الصلصه ديال المايونيز بنكهه الثوم. عندي هنا بدون بيض عملتها طبعا، كأس من الحليب وكأس من الزيت ممزوج بين زيت الزيتون وزيت المائدة. نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. أنا عملت نصف ملعقة لأن عندي هاد بودرة الثوم مجهدة بزاف. الملح كيبقى حسب الذوق. وعندي ملعقة كبيرة من شو سميتو هذا، الخل عفوا، الخل ديال الحامض اللي عندي الخل بنكهة الحامض. كنخلطوا المكونات في الخلاط الكهربائي بهذا الشكل هذا. وطبعا القوام ديال هاد المايونيز وهاد الصلصه كيبقى على حسب الكميه ديال الزيت. يعني الا جاتكم خفيفه تقدروا تضيفوا القليل من الزيت وانتم كطحنوا وانتم كتضيفوا شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو. انا اختاريت انني تكون بهذا القوام هذا كما تشوفوا هنايا، عاقده مزيان لاني ضفت القليل من الزيت من كانت كتطحن وعطاتني هذا القوام هذا. وكتجي واحد النكهه لذيذه بزاف. وطبعا ممكن الاستغناء عن الثوم وتعملوا في بلاصه الثوم تعملوا شويه ديال الخردل اللي هو المطرد، او تعملوا فرماجه، او تعملوا غير تكتفوا بشويه ديال الفلفل الاسود، يعني على حسب
الرغبه ديالكم. بالحق بنكهه الثوم كتجي لذيذه بزاف بزاف، ورافقتها مع هاد الطبقه ديال البطاطس وجات لذيذه بزاف معاه. نتمنى يعجبكم الفيديو ونال الرضا ديالكم. ما تنسوش لايك، تعليق واشتراك في القناه، وشكرا على التتبع ديالكم.